السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده البقسماط بمقادير مظبوطه وبطريقه سهله جدا. وهعمل مقدار نص كيلو وهيطلع كميه ما شاء الله كبيره جدا واحلى من بتاع الافران مليون مره. مش بس اوفر، دي انضف واطعم وهش وخفيفه ومقرمشه ودايبه في الاكل. من كتر ما هي هشه قوي هتلاقوها مفرغه من جواها، مش مكتومه ولا تقيله. وهقول لكم على مكون لو ضفتوه هيطلعها مقرمشه ودايبه. يلا بينا نشوف من اول طريقة الفرد للتسوية. معانا هنا نص كيلو دقيق 500 جرام، وكوباية مية دافية 200 جرام، واربع معالق سكر 60 جرام، ونص كوباية زيت 110 جرام، وربع كوباية سمنة 60 جرام، وربع معلقة صغيرة من الملح، وخميرة 10 جرام، وفانيليا، و5 جرام بيكنج باودر. ومعايا هنا طبق فيه سمسم ربع كوباية وثلاث معالق حبة البركة. هنضيف لهم معلقتين من المية علشان هنغلب بيه البقسماط. المية بتخليه يتثبت ويمسك عليه. وهنقلب بقى السمسم مع المية وهيكون جاهز. وقت ما نشكله هنجيب بولة وهنضيف لها كوباية المية، بس اهم حاجة المية تكون متأكدين ان هي دافية. وهنضيف لها الخميرة والسكر علشان نختبر الخميرة ان هي تكون كويسة معانا. لو متأكدين ان الخميرة شغالة ممكن نضيف كل ده مع بعضه ونشتغل عادي بيهم، انما انا بحب اتأكد ان الخميرة تكون كويسة. وهنقلب بقى كل ده مع بعضه وهنغطيه وهنسيبه مثلا ممكن 10 دقايق على حسب الجو، يعني من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير قوي. وبكده الخميرة نشطة وممتازة ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده عاملة فقاعات على الوش. كده النتيجة ممتازة. وهنضيف بقى باقي المكونات. هنضيف الزيت وهنضيف السمنة، وهعرفكم ليه انا ضفت السمنة مع الزيت ما اكتفيتش بالزيت بس، لان معظم البقسماط بيتعمل بالزيت. وضفت بقى الملح والبيكنج باودر والفانيليا. الفانيليا بتخلي ريحة البقسماط جميلة جدا. وهنقلب بقى كل ده مع بعض. ولازم نعجن كويس جدا لانها لو ما خدتش حقها في العجن هتفرش في الفرن، يعني نعجن على الاقل 15 دقيقة. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بقت ناعمة وطرية، اديلها حقها في العجينة ومتزهقيش. وبعد كده هنلفها كرة ونريحها شوية، وهنجيب صينية نفردها عليها مستطيل، وهنغطيها بقى بورقة استرتش وهنسيبها ترتاح ربع ساعة، مش اكتر من كده. اهم حاجة نكون مغطينها كويس علشان ما تنشفش، والتخمير بيبقى بعد التشكيل مش دلوقتي. بعد ما العجينة ارتاحت هنقطعها على شكل شرايح بالشكل ده. واهم حاجة نغطي باقي العجينة علشان ما تكونش قشر على الوش. وانا هعملها بطريقتين. الطريقة الاولى اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض، هاخد كده جزء من العجينة وهرولها على شكل صوابع. واهم حاجة ان احنا نعمل الصابع يكون رفيع، لانه مع التخمير بيزيد، ومع كمان دخول الفرن بيزيد اكتر. وبعد كده بقى هنساوي الاطراف وهنغلفه بالسمسم وهنرصه في الصاج. وانا هقسمه بالنص عشان هعمل شوية حجمهم صغير وشوية حجمهم كبير. وهظبط بس شكل الصابع كده بعد ما تقص زي ما انتوا شايفين كده. وهاخد جزء تاني وهشكله بنفس الطريقة. هناخد شريحة وهنعملها برضو هنرولها، واهم حاجة ان هي تكون رفيعة. وهنسوي برضو اطرافها وهنقطعها ونظبط شكلها كده ونغلفها بالسمسم. ولو السمسم ناشف ممكن نبقى نضيف له شوية مية عشان خاطر يثبت على البقسماطايه. وهنرصهم بقى في الصاج. واهم حاجة ان يكون في مسافة ما بين كل واحدة علشان لما بتدخل الفرن حجمها بيتضاعف. ودي بقى الطريقة التانية. انا خدت نص الشريحة، وممكن تتفرد بالايد او بالنشابة. لو النشابة صغيرة شبه كده هتتفرد بسهولة. بفردها خالص وبعد كده برضو برولها وبقفل الطرف اللي هو بيكون مفتوح ده خالص عشان خاطر ما تفتحش في الفرن. وهنسوي برضو اطرافها وهنقطعها ونغلفها بالبقسماط. وزي ما قلت اهم حاجة نرصها على الطرف المقفول في الصاج. وبعملها كده تاني قدامكم نفس الطريقة. بنفردها وبنرولها وبنقفل الطرف اللي من تحت وبنسويها وبنغلفها بالسمسم وبنرصها في الصاج. وبكده بقى خلاص خلصنا كل البقسماط. وده الجزء اللي انا عملته كبير. الصاج بقى والصينية اللي احنا بنستخدمهم ما ندهنهمش اي مادة دهنية، لان البقسماط فيه سمنة وزيت وده كفاية جدا. وانا ليه بقى ضفت سمنة مع الزيت؟ السمنة بتخلي البقسماطاية هشة وخفيفة ومقرمشة، كمان دايبة في نفس الوقت مع الاكل.
بالنسبة بقى للتخمير في الصيف بيخمر بسرعة، لما بنخلص بيكون خلاص خمر، بس اهم حاجة نكون مغطينه. وفي الشتاء بقى بياخد وقت شوية على حسب المكان، ممكن من نص ساعة لساعة الا ربع. ولو احنا بقى مستعجلين ممكن نشغل الفرن ونطفيه وندخل الصاج شوية هيتخمر بسرعة. والتسوية بقى هنسخن الفرن 10 دقايق قبل ما ندخل الصاج، وبعدين ندخل الصاج في الفرن في الرف اللي في النص عشان يستوي من قلبه ويقرمش. اما لو النار عالية عليه فهياخد لون بسرعة ومش هيستوي من قلبه. وكده خلاص البقسماط جاهز، اللون رهيب والسوا وكل حاجة مظبوطة بصراحة. جربوه واكتبوا لي رأيكم هنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.